ما هو لو كلام الراجل ده طلع حقيقي يبقى احنا حرفيا عايشين في فيلم رعب، وكل الخزعبلات اللي ما كناش بنصدقها بعد كده هنصدقها عادي جدا. وهو لو كان الله يرحمه فعلا بيهرتل وبيقول اي كلام، ايه علامات الاستفهام الكتير اللي موجوده حوالين موته دي؟ انا كل اللي اكتشفته ان حواليك مدخلات بتسمك، انا بقول لك امنعها. والاغرب لما تعرف تاريخ الراجل ده. الدكتور ضياء العوضي اتخرج من كليه طب جامعه عين شمس، اتخرج من الكليه بتقدير امتياز. ابوه دكتور في كليه الزراعه، اخوه استاذ في جراحه الاوعيه الدمويه. الدكتور ضياء الله يرحمه وصل انه بقى استاذ مساعد في قسم الرعايه المركزه كليه الطب جامعه عين شمس، وبعد كده انتقل للطب الوقائي والغذاء. ومن هنا بدات المشاكل. طلع بعدها وقال كلام غريب ومعلومات غريبه جدا. انا واحد من الناس كنت بضحك على كلامه، والناس كانت مطلعاه مسرح وعماله تهاجم فيه. اي نعم انا لحد دلوقتي في كلام كتير انا مش مقتنع بيه، بس لو كان فعلا بيهرتل وبيقول اي كلام ليه مات في ظروف غامضه، ولحد دلوقتي تفاصيل وفاته مبهمه ومش معروف مين له مصلحه في وفاه الراجل ده. وكم الفيديوهات اللي كان بيطلع يقول فيها انه لو مات هيموت مقتول، وان يا جماعه انا لو مت مش هموت منتحر، وكأن الراجل ده كان عارف ان في حاجه هتحصل. والناس اللي دارسه طب وفاهمه توضح لنا هل الكلام اللي كان بيقوله ده فيه ولو جزء بسيط من المنطق، عشان لو فعلا الراجل ده طلع كلامه صح يبقى حرفيا احنا عايشين في فيلم رعب زي ما قلت لك في الاول. فولو لو عايز تشوفني تاني.